اليوم 21 شهر 6 2026 وهذا الفيديو هذا ما كنبارطاجيهش معكم دابا باش يجيب تفاعل او اللي يجيب واحد نسبه كبيره من المشاهده. هذا الفيديو هذا كنبارطاجيه لراسي انا باش من هنا واحد عامين ولا 3 سنين ندخل نتفرج هذا الفيديو وانا مفتخر براسي. مؤخرا اخوتي النفسيه ديالي كنشوفها ماشي هي هذيك، النعاس ما كيدينيش في الليل بسبب الاوفر ثينكين، بسبب الافراط في التفكير، كنعاني من الارق، الحزن، الاكتئاب. المهم كنحس بالنفسيه ديالي ماشي هي هذيك بسبب بزاف ديال التراكمات، بسبب الاحساس بالمسؤوليه اللي كنشوفوا راسنا بدينا كنكبروا، بقى لنا والو الثلاثينات، بيدنا خصنا نكونوا اسره، بيدنا خصنا نشوفوا ولادنا كيكبروا حدانا. ومؤخرا فعلا بدا كيدخل معايا الوقت الخوت. اليوم فقت الصباح وانا راسي عامر بزاف ديال الافكار السلبيه، وصلت لواحد المرحله انني كنفكر نمشي نعمل شي حاجات ونتعاطى شي حاجات حتى باش انني زعما ننسى، وحسيت بلي الشيطان بدا كيدخل معايا. ولكن الوهله فكرت مع راسي، وبعد ما فكرت مزيان اتخذت جوج القرارات، واللي هما اول حاجه غادي نتقرب من الله عز وجل، وثاني حاجه غادي نشبر بشي حاجه اللي اسمها الرياضه، حيت الرياضه هي اللي غادي نخوي فيها هذيك الطاقه السلبيه، هي اللي غادي نخوي فيها هذيك الافكار اللي ماشي مزيانه. والصحه ديالنا امانه في يدنا، وبالصح وصلت لواحد المرحله كنحس براسي انني كنخرج على الصحه ديالي من بعد 10 سنين ولا 11 سنه لواحد البليه خايبه اللي انا كنحاول مع راسي وكندافع مع راسي حتى باش نتخلص منها، ومن موراها عاد نتخلص البليه الثانيه حيت هما جوج ماشي غير واحده. وبلا ما نتعمق ولا ما نقولش حيت اغلبيه الشباب راه مبليين بليه واحده. اليوم قررت انني غادي نصنع نسخه ثانيه من راسي، وانا قلت لكم هذا الفيديو هذا والله ما كنبارطاجي على التفاعل، هذا الفيديو هذا كنبارطاجي على راسي كتحفيز لي انا، وفي نفس الوقت يكون فيديو تحفيزي للشباب اللي كيعانيوا بنفس المشاكل اللي كنعاني منها انا، اللي عندهم نفس الهموم. من اليوم ان شاء الله غادي نصنع نسخه جديده من راسي. اليوم ان شاء الله غادي يكون هيثم جديد، هيثم اللي عامر افكار ايجابيه، هيثم اللي باغي يصنع بزاف ديال الاهداف، هيثم اللي باغي يوصل بزاف ديال الحاجات. وهذا ميساج حتى للشباب اللي كيشاهدوني دابا، اللي مبلي بشي بليه خايبه الله يعفو عليه وحاول انك توعد منها. وميساج حتى للدراري العشران ديالي، عارفكم دابا كتفرجوا فيا، العشران ديالي اللي عايشين تقريبا نفس الحياه اللي عايشها انا، واللي حتى هما مبليين، حتى هما كيعانيو من بزاف ديال الضغوطات. اذا كنت كتفرج فيا دابا حاول انك تغير من نفسك. نسيت واحد الحاجه اخرى مهمه، ما تنتظرش من شي واحد انه يحس بيك ويفهم داك الشيء اللي في الداخل ديالك والحالات النفسيه اللي كتمر منها. ما تحاولش انك تطلب الاهتمام من عند الناس اللي دايرين بك، حتى شي واحد ما غادي يفهمك، حتى شي واحد ما غادي يدخل للداخل ديالك ويفهم داك الشيء اللي كتحس به والمعاناه اللي كتمر منها. حاول انك تداوي راسك بيدك، واذا كنت غادي تطلب اليد المساعده من شي واحد طلبها من الله عز وجل، هو اللي كيشوف، هو اللي عالم داك الشيء اللي في الداخل ديالك. تقرب من الله. نسيت حاجه اخرى حتى هي مهمه، ما تستناش السعاده تجي تدق عليك الباب ديال الدار، السعاده انت خصك تفتش عليها بيدك. السلام عليكم.